هنتكلم عن تقنية الدرون لايت شو. درون لايت شو دي طبعا بتعتمد على الدرونز اللي هي طبعا تبقى ايه، تبقى الدرونز ديت RGB، فيها اضاءة RGB بتطلع، طبعا بيتعمل لها طبعا بكمبيوتر، بيتعمل لها برمجة بروجرامينج، فبتتظبط طبعا، بتتبرمج مع بعض وتتظبط طبعا على جهاز كمبيوتر، تتظبط تطلع الاشكال اللي احنا بنشوفها، وتبقى درونات الوان RGB عشان تنور اي لون عايزينه، فبيتحكم فيها طبعا، بيتعمل لها كاستمايزيشن بيبقى اي طبعا من الكمبيوتر بتاع المتحكم كنترول. وطبعا هي بتعتمد على تقنية الGPS سينكرونايزيشن. فطبعا الدرونز كانت عاملة اشكال طبعا رسومات، والاشكال بتاعة الفراعنة طبعا كان قناع توت عنخ آمون، وطبعا القدماء والفراعنة. وطبعا كان عندنا كمان شعاع الليزر اللي طلع، اقوى شعاع ليزر تقريبا اتعمل، اقوى شعاع ليزر في العالم اتعمل خصيصا يطلع مصوب على قوام الاهرامات الثلاثه، وقوام الاهرامات الثلاثه بتتجمع شعاع الليزر اللي طالع منهم، او الخط اللي بيطلع منهم ده بيلتقط في نقطه تقاطع الثلاث قوم بتاعت الاهرامات الثلاثه في نقطه واحده. ودي طبعا بيبقى الشكل ده على شكل المتحف المصري الكبير، اتعمل على نفس الشكل. وطبعا عندنا المسلات، وطبعا عملوا برضو نفس شعاع الليزر ومسلات، وكان لقطة المسلات واللي ظهرت المسلات اللي في العالم اللي الناس كانوا يعني هي المسلات يعني مسروقة متاخدة بره، فجاء الوقت لكل الآثار المصرية والمسلات والحاجات دي ترجع لبيتها في مصر، فدي حاجة مهمة لازم ترجع لبيتها. وطبعا عندنا بقى الشاشة الكبيرة اللي كانت على المتحف، عملوا شاشة على المتحف، هو المتحف ما فيش شاشة بس صمموا شاشة، استخدموا الإزاز والحاجات الشكل دي. شاشة كانت أكبر شاشة اتعملت على مساحة 250 متر، فكانت حاجة إنجاز قوي، بتعرض عليها كل حاجة، وكل حاجة كانت شكلها جامد. طبعا منطقة في المتحف كان فيه طبعا مركبة خوفو، الملك خوفو، ما اتعمل لها بالجرافيكس، اتعمل لها أمواج وسحاب، كان شكلها جامد خالص مظبوط يعني. الارت دايركتور كان عامل شغل عالي، والاضاءة طبعا كانوا عاملين شغل عالي، مستخدمين اضاءة كويس جدا. وعندنا طبعا الحفلة والاخراج برضو كان كويس. في ناس ما عجبتهاش الحفلة قوي، ماشي يعني، في كادرات مش افضل حاجة، بس عامة الاخراج وجهة نظر، وهي طبعا وجهة نظر فنية، بس بشكل عام الحفلة كانت مبهرة وجميلة. ماشي كان في بعض الحاجات، بس طبعا مونتاج اصلا، اخراج حفلة ومونتاجها لايف دي من اصعب الحاجات اللي انت ممكن عشان تطلعها بافضل حاجة ممكنة، انت بتبقى محتاج تجمع لقطات كتيرة. طبعا شوفنا حاجات من ورا الكواليس، الناس كانت مطلعينها يعني مسربينها، والناس منزلاها، فيعني كان برضو ايه، هم مجمعين اللقطات زي ما انا قلت، مجمعين